الست لما بتدلع جوزها ده مش بيقلل من قيمتها خالص يا جماعة. الست لما مثلا تعمل مية سخنة بملح علشان تغسل لجوزها رجليه، لما تقعده كده وتعمل له ماسك في وشه، او تحلق له دقنه، او تشغل موسيقى هادية في البيت، او تعطر البيت بالعطور والبخور وتوطي صوتها خالص لما يرجع من الشغل، لانه بيبقى راجع مدوش من الزحمة والمواصلات والكلام ده كله. الست والله لما بتعمل كل ده عشان تدلع جوزها، ده مش بيقلل من قيمتها خالص في عين جوزها. لان ستات كتير للأسف تقولك انا بنت مش عارف مين في البلد، انا دكتورة، انا مهندسة، انا شهادة عليا، انا ازاي اقعد اغسل له رجله، هو كان شاريني من سوق العبيد. والله اللي انت فاهمة غلط، لان انت لما بتعملي كده انت بتكبري في نظره قوي مش بتقلي، وبتخلي البيت جنة وسكن، وبتبقي بالنسبة له الحضن الحنين اللي ما يستغناش عنه. واهم ميزة للدلع ده يا جماعة ان هو بيكسر الروتين الزوجي اللي الرجالة كتير بيشتكوا منه وستات، واحنا عايشين في ملل زوجي ونكد وروتين. الدلع ده بيكسر الروتين. ليه؟ لان كل يوم فيه تنوع. الدلع ده قايم على فكرة المفاجأة، لان الدلع مختلف عن الاهتمام الزوجي العادي. يعني ايه؟ يعني العادي مثلا العادي ان انا احط لك الغدا تاكل، بس الدلع ان انا اعمل لك موسيقى وشموع تاكل عليها وانت بتتغدى. العادي ان انا اكوي لك القميص، بس الدلع ان انا ارش لك عليه برفيوم. العادي ان انا استقبلك وانت راجع من الشغل واقول لك الحمد لله على السلامة، بس الدلع ان انا اجري عليك واحضنك واقول لك وحشتني قوي. فاهمين قصدي؟ فالدلع دايما فيه جديد، دايما فيه تنوع. الراجل بيبقى كده متشوق، يا ترى هتعمل لي ايه النهارده، يا ترى النهارده هتغير في لبسها ولا شكلها ولا لون عينيها ولا طريقه كلامها، هتلبس ايه، هتعمل ايه. بيبقى عايز يرجع البيت. فعشان كده بقول الدلع مهم جدا لكسر الروتين. بس اهم حاجه ان الدلع يكون بحب. يعني ما تعمليش كده تأدية واجب، يلا ادينا اهو بغسل لك رجلك، يلا ادينا اهو بدلعك. لا، انا بعمل كده حاجة اكسترا، حاجة اضافية من عندي لجوزي علشان اساعده، عشان انا بحبه، مش عشان حاجة انا مجبرة عليها. جربوا كده وبجد دلعك لجوزك ودلعك لمراتك مش بيقلل منكم خالص، بل بالعكس تماما. وربنا يسعدكم جميعا.